السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوعنا موضوع الدافعية. إن شاء الله اليوم نكمل في ما تناولناه في الحلقات السابقة. تعتبر هذه الحلقة الثالثة إن شاء الله فيما يتعلق بموضوع الدافعية، وهذه الجزئية في موضوع الدافعية اللي هي سؤال بعد المناقشة وبعد ما قدمنا لقاءين سابقين كان هنالك أسئلة كثيرة جدا من بعض الإخوة والأخوات اللي شاهدونا واللي دائما نتواصل معاهم. فكان السؤال إنه بعض مرات يا دكتورة إنه أنا دافعيتي تكون عالية جدا وفي أوقات تكون الدافعية منخفضة. طيب السؤال هو هل الدافعية ثابتة؟ هل دائما نحن بنفس المستوى في الدافعية؟ هل دافعيتنا مثلا تكون على طول العام وطول الأيام بتكون بنفس المستوى، أنا يكون عندي حماس ويكون عندي هذا الهمة العالية؟ طيب وهل الدافعية يعني ممكن تنتقل من آخرين إلى يعني يؤثر علينا دافعية الآخرين؟ هذه الأسئلة الكثيرة جدا ممكن اللي يتابعونا يعني تكون تدور في ذهنهم، ويمكن تصلنا كثير من هذه النوع من هذه الأسئلة اللي هي تعتبر الدافعية حقيقة هي وسيلة لتحقيق الأهداف، وليس هنالك ثبات إنه الدافعية دائما أحيانا تكون الإنسان تجد إنه ما شاء الله يعني يكون دافعيته للعمل وينجز أعمال كثيرة جدا في يوم واحد، وفي أيام يكون عنده الدافع أقل ويسير بوتيرة أقل من في الأيام اللي كان فيها الدافع عالي جدا. ولأن النمو حقيقة لا يأتي من الحماس والانفعالات، لكن يأتي من خلال الاستمرار والتوازن، لأن الاندفاعات تكون أشياء أحيانا مؤقتة، فكون أنه أنا ما تتلاشى الدافعية، لكن قد تكون في حالة يعني اللي هو up and down كما يقال، يعني تكون في أيام تكون عند الطالب مثلا في يوم واحد يدرس 3-4 مواد، وفي يوم ثاني ممكن يدرس مادتين. القضية الأساسية إنه ممكن ننزل في معدلاتنا من حيث الإنجاز، لكن يعني نتوقف في موضوع اللي هو يتلاشى كل شيء، يعني ما يكون فجأة أنا أكون عندي هم ودافع عالي جدا وفي لحظة يكون صفر. يعني هذا النوع طبعا هذا الشيء الغير محبب والشيء الغير طبيعي، لأنه إحنا كبشر دائما يعني فينا هذا الفتور، ونجد إنه حتى الصحابة رضوان الله عليهم يعني كان يقول الرسول فيما يعني قيل لأنه نحن معاك يا رسول الله تكون إيمانياتنا عالية جدا، ولما هم يعني يذهبوا إلى بيوتهم يكون عندهم هذا النوع من الفتور، فيقول إنه يعني سبحان الله لو استمريتوا بهذه الحالة وأنتم معي فيما معنى الكلام إنه لسافحتكم الملائكة. ولذلك كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال. هذا الشعور الطبيعي، نحن بشر يعني حتى الإيمان يزيد وينقص، حتى نحن يعني أعمالنا ما تكون بنفس المستوى، لكن النقطة الأساسية في هذا الموضوع اللي هي في عدم ثبات الدافعية يكون هنالك استمرارية، ويكون هنالك على الأقل إنه يكون في عمل مستمر حتى ولو كان قليل. وهذا ما يعني كما يقال في العامية إنه قليل دائم خير من كثير منقطع، إنه أنا يكون استقل في لحظة الحماس صحيح، لكن يكون عندي جدول، يكون عندي برنامج إنه أنجز حتى ما يكون أقل من 50-40%. وهذا النظام اللي يجعلنا نحن، لأنه ذكرنا في الحلقات السابقة الدافعية هي تساعد الإنسان على الضبط، على الانضباط، على المسؤولية، على الاستمرارية، وبالتالي يكون إنه أنا أكون مستمرة وأنمو نمو هذا النمو الصحي، النمو السليم، إنه يكون هنالك استمرارية، يكون هنالك استمرارية حتى ولو كان قل اللي هو الإنجاز. هذا النقطة الثانية. النقطة الأخرى اللي هي في موضوع عدم ثبات الدافعية، أحيانا في عناصر خارجية تؤثر في هذا الأمر، اللي هي إحنا نقارن أنفسنا بالآخرين.
يعني تجد إنه بعض الأخوات يتابعوا بعض يعني يكون مشاهير مثلًا في اليوتيوب أو في الوسائل التواصل، وتجد إنه الواحد يقارن نفسه يقول أنا ما أنجزت شيء، أنا جلست في هذه البلاد أو أنا وصلت كذا وما حققت كل شيء، ويعني وتقارن نفسه بواحدة أخرى. لكل واحد منا له مقدرات مختلفة، لكل واحد مننا له إمكانياته الخاصة، لا يمكن بأي حال من الأحوال إنه أقارن نفسي مع الآخرين. يعني إحنا قد يظهر عندنا هذا الوجه أو هذا الشخص أمام الشاشة، لكن ما ندري ما وراء هذا الأمر. بالتالي إنه أنا حتى يكون عندي هذا الاستمرارية والتوازن، لابد أن أتخلص من موضوع أقارن نفسي، أقارن حياتي بالآخرين، كيف أنا بما أتيح لي من إمكانيات كيف أستمر، أنجز، أمضي قدما، يعني أتخلص من الكسل، من اللي هو الاتكال، الإحباط، كل هذه المشاعر السلبية أنا أتخلص منها وأستمر ولا أقارن نفسي بالآخرين. نقطة أساسية في هذا الأمر كذلك دائمًا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هو القائد وهو الموجه الأساسي. يعني دائمًا نحن في حالة الركود، في حالة الإحباط، لابد أن أعود وأرجع ويعني أرفع من الجانب الإيماني، الجانب الروحي. وحتى سبحان الله الآن حتى في الدراسات الغربية الآن يذكروا دائمًا الجانب الروحي الspiritual. يعني في إحدى من يعني حلقات في برامج، واللي يقدمها هو مسيحي، يتكلم عن إن تشتكي له واحدة من استضافوهم في الحلقة، فيقول لها أنا أنصحِك في إنِّك تقوي الجانب الروحي. فما بالكم نحن كمسلمين، يعني دائمًا يعني حتى همتنا للعبادة، همتنا للصلاة، همتنا لنقض هذه الفرائض اللي علينا، يعني دائمًا نكون كثيري الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يجعلنا دائمًا نسعى، والسعي حقيقةً هو الذي يصنع التغيير الحقيقي، والسعي مرتبط بالصبر. نحن يمكن تحدثنا في حلقات سابقة في موضوع السعي. فالسعي المستمر مع التوازن، مع الاستمرارية، مع إنه دائمًا يعني يكون عندي هذه اللي هو الطاقة اللي دائمًا أنا يعني أدفع بها نفسي، هذه تكون من الأشياء اللي تجعل الدافع يصير بطريقة منظمة أو بطريقة تكون مقبولة، ما يكون يعني فجأة يعني 180 درجة يرتفع وبعدين ينزل إلى الصفر، هذا الشيء غير مقبول. دائمًا لا تتوقف بسبب اختفاء يعني الشعور بالحماس يعني. وهذا يمكن واحدة من المشاكل اللي أنا لاحظتها في الاستشارات. يعني الإنسان أول ما يهبط عنده الشعور بالحماس يتوقف، يعني ويترك كل شيء. لأ، يعني أنا حتى ولو كنت يعني دائمًا إن لم تتألم لن تتعلم، يعني كما يقال. دائمًا إن أنا يعني أشحن هذه الطاقة الإيجابية، إنه أكون أنا دائمًا أقول خلاص حتى لو ما أنجزت 100%، أنجز على الأقل 60، 50%. لكن التوقف هو غير مقبول. ونحن لمّا يعني نشرح أو نذكر موضوع عدم الثبات، لا يعني إنه الانقطاع، لأ، عدم الثبات يكون يمكن ربما يقل المستوى أو اللي هو درجة الإنجاز، لكن لا يكون هنالك انعدام. وهذا هو الشيء الغير مقبول، إنه يكون في استمرارية. نحن كلنا نمُر بفترات ونمُر أحيانًا بلحظة يعني يمكن يأتي إلينا شعور يعني بعدم رضا، بالملل، بالإحباط، وهذا شعور طبيعي جدًا، نحن بشر يعني. وإنه كما قال إحدى مشايخنا إنه من ظن أن الحياة راحةً فإنه واهٍ. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: "وخلقناكم أطوارًا." وهذه الأطوار يدخل فيها الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي، أشياء كثيرة جدًا. وبالتالي نحن كيف نحافظ على هذه الاستمرارية؟ بالتوازن، بالصبر، وهذا التغيير الحقيقي والنمو الصحيح اللي يجعلنا دائمًا نحافظ على دافعيتنا وعلى إنجازاتنا. وصلنا لختام هذا الجزء من موضوع الدافعية، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، وهي الحلقة الرابعة والخاتمة لهذا الموضوع. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.